معلش بقى الفيديو اللي فات هو فصل مني فالصفحتين دول مجوش، فهضطر اعيدهم لكم في فيديو تاني بقى. فمعلش نستحمل بعض. يقول لك جلفانو حساس مقاومة ملفه 150، يبقى دي كده ايه؟ الار جي. بيقول لك ادم جلفانو حساس مقاومته يبقى كده دي الار جي. تمام. اقصى تيار يتحمله 10 مللي، يبقى ده كده ايه؟ اللي هو الاي جي. تمام كده. بس ماشي. اه تمام. ماشي، ده كده هو ايه؟ رابط لي الفولتميتر بالاميتر، يبقى كده ايه؟ اي جي وصل على التوازي بمقاومة 10 اوم، يبقى ده كده ايه؟ الار اس. يبقى كده رابط لي الاميتر بالفولتميتر اللي يكون جهازا واحد اهو. يبقى هو ده ايه؟ ده كده ايه؟ اول جهاز. بعد كده وصل على التوالي بمقاومة 1000، يبقى دي كده ايه؟ دي مضاعف الجهد اللي هو ايه؟ الار ام اللي يكونه ايه؟ فولتميتر. احسب اقصى فرق جهد. تمام. اول حاجة هجيب له بس من دي اللي هو قيمة التيار. يبقى بقول له ايه؟ ان الاي جي على الاي بيساوي ار اس على الار اس زائد الار جي. ليه؟ انا عايز اجيب التيار اللي هو هنا، التيار الكلي. الاي جي ده انا مش عايز اجيب الاي جي ولا عايز اجيب التيار ده. انا عايز اجيب اما اخد المقاومتين دول توازي مع بعض واحطها هنا، التيار اللي ماشي هنا. التيار اللي هيمشي بره هنا هو التيار ده اللي انا عايز اجيبه، فهجيبه الاول. فبقول له الاي جي على الاي بيساوي ار اس على الار اس زائد الار جي. طب الاي جي بكام؟ ب 10 مللي. على الاي بيساوي الار اس 10 اوم على ال 10 اوم زائد 150، يبقى 10 على ال 160 بتساوي 10 في 10 أس سالب 3 على الآي. يبقى 10 آي بيساوي 1600 في 10 أس سالب 3. يبقى كده الآي بتساوي إيه؟ هقسمها على 10، وأنا هقسم على 10 يبقى الآي بيساوي إيه؟ 16 من 100 إيه؟ أمبير. هاجي أخش بقى أما أكون بنوصلها على التوالي مع مقاومة مقدارها إيه؟ 1000 اللي هي الآر إم. طب أنا هاخد المقاومتين دول توازي مع بعض، اللي هو هيكون 150 في 10 على 150 زائد 10. طلع لي قيمة المقاومة دي هحطها هنا. دي بقت الار ايه؟ الار جي الجديدة. تمام كده. دي بقت الايه؟ الار جي الجديدة. تمام. فانا دلوقتي ايه؟ فانا دلوقتي هقول له ايه بقى؟ ان الار ام بتساوي هي الفي ناقص اي جي ار جي على الاي. طب الار ام بكام؟ هي ب 1000. بتساوي الفي بكام؟ الفي هو عايز يقيس اقصى فرق فوق الجهد، دي اللي انا عايزها، ناقص الاي جي انا مطلعها ايه؟ ب 16 من 100. تمام كده. هتقول لي طب ما هو مديني الاي جي اصلا ب 10. هقول لك لا، ده كان اللي ماشي في الاميتر هو 10 مللي. ادام الاي جي كلي هو اللي بره ده اللي انا جبته هنا، فهشتغل على الجديد اللي انا جبته. يبقى ايه؟ 16 ايه من 100 في الار جي. هل بقى برضه اختار الار جي دي؟ هقول لك لا، استخدم الار جي اللي انا جبتها ايه؟ الجديده المكافئه ليها اللي هي متوصله ايه؟ هنا، اللي هي بتسعة علامة 3 7 5 على الاي جي اللي هو ايه؟ 16 من 100. هضرب مقص هلاقي طلع الفي معايا بالرقم ده. كده فهمتها. فالفكرة دي مهمة جدا، نعيدها تاني وايه ونظبطها مع بعض بكل سهولة. تمام كده. أول حاجة أهي، سهلة بسرعة. أول حاجة هو بيقول لي جلفانو مقاومته 150، يبقى دي كده إيه؟ الار جي بتاعتي. بيقول لي أقصى تيار اتحمله 10، يبقى ده الأي جي وصل على التوازي بمقاومة 10، يبقى ده كده إيه؟ مجزء التيار. ادام وصلوا على التوازي بمجزء تيار يبقى كده ايه؟ اميتر. اشتغل على الاميتر واجيب التيار الكلي علشان ده هيكون هو الاي جي في الفولتميتر. تمام كده. ده الاي جي اللي هو ايه؟ التيار الكلي هنا. تمام كده. بس واشتغل على مسألة ايه؟ عادية جدا. تمام. بيقول لك فولتميتر يتكون من جلفان ومقاومته 250، يبقى ده كده ايه؟ الار جي. ومضاعف جهد ار ام واحد يستخدم لقياس فرق جهد حتى 75. تمام. يبقى انا الفرق الجهد اللي انا بقيسه 75 ايه؟ فولت. يبقى انا لو عايز اجيب مقاومة الجلفانو، قصدي مقاومة الفولتميتر، بقول ايه؟ هو الفي على الاي جي. طب الفي معايا بكام؟ الفي معايا ب75. تمام كده. طب الاي جي، الاي جي هو مديهولي تشديد التيار المرة في الفولتميتر باتنين من مية، يبقى اتنين من مية يبقى 75 على اتنين من مية يبقى 3750. دي اللي هي المقاومة الكلية. طب ما المقاومة الكلية أنا قلت لك بتساوي قبل كده إن هي الار ام زائد الار جي. فخلاص يبقى 3750 ناقص الار جي هيديني الار ام. تمام كده. دي بتساوي اللي هي الار الكلية اللي انا جبتها ب 3750. هطرح منها
قيمة المقاومة اللي هي ار جي هيديني ايه الار ام. كده انا جبت له ايه الار ام اول مطلوب. كده بيقول لك اقصى فرق جهد اذا وصل بمضاعف جهد اخر 3750 على التوالي. بص انا بقول لك كان في هنا جلفانو ار جي، تمام كده، ومعاه هنا مضاعف جهد اللي انا جبته اللي هو بكام بتلاتة، بتلاتة ايه 500، 3000 ايه و500. تمام. بيقول لك بعد كده وصلته بمضاعف جهد تاني 3750. تمام كده. يبقى انا كده الار ام الكليه بكام اهو. الار ام الكليه بكام بالرقم ده. تمام كده. تمام. يبقى انا كده معايا ايه الار ام الكليه. بس كده هجمعهم مع بعض. بعد كده بقى اقول له ان الار ام بتساوي الفي ناقص الار جي اي جي على ايه على الاي جي، وانا عايز اجيب الفي. ماشي، ما انا معايا الاي جي. الاي جي انا جبتها هو مديهالي بايه ب 2 من 100. ب 2 من 100 في 7250 اللي هو قيمة مضاعف الجهد الكلي. وبعد كده هودي له الاي جي ار جي بعكس الاشارة هلاقيها طالعة معايا. والمسألة ايه بقت زي الفل. تمام كده. المسألة ما فيهاش اي حاجة والمسألة مظبوطة والدنيا ايه زي الفل. تمام كده. هي الار ام احنا عارفين ان هي ب 3750 بس، وجمعنا 3750 و 3750 وهنشتغل بقى ايه على المسألة. تمام كده. بيقول لك جلفانو مقاومته 1/10 ايه اوم. يبقى جلفانو مقاومته 1/10 اوم. يبقى ده كده الار جي. يبلغ أقصى انحراف لمؤشره عند مرور تيار 1 ملي أمبير. يبقى ده كده ايه الاي جي. احسب مضاعف الجهد اللازم لتحويله للفولتميتر يقيس 50 فولت. يبقى انا كده عندي الار ام بتساوي الفي ناقص الاي جي ار جي على الاي. الفي بكام 50 فولت اهي، ناقص الاي جي بواحد ملي في الار جي بواحد من 10 اهي. وده التيار وده فرق الجهد على الاي جي اللي هو ايه 1 ملي اللي هو 10 سالب ايه 3. يبقى اكتبها على الآلة هتطلع لي ايه الرقم ده. تمام. ده بقى ايه اخر سؤال، فسؤال مهم نبص عليه بقى بتركيز. بيقول لك ايه دائرة كهربية تحتوي على مقاومة مقدارها 20 اوم اهي. دائرة كهربية تحتوي على مقاومة مقدارها 20 اوم تتوصل على موصلة على التوازي بفولتميتر مقاومته 300 اوم. يبقى موصلة على التوازي بفولتميتر كام مقاومته كام 300 اوم. وعندما مر تيار بالدايرة شدته 1.2 انحرف المؤشر إلى نهاية إيه التدريج. عايز يحسب قراءة الفولتميتر. طب أجيب له قراءة الفولتميتر إزاي؟ هاخد له المقاومتين دول على التوازي مع بعض وأضربها في التيار. يبقى أنا كده جبت له إيه فرق الجهد. يبقى الار ده شال 20 في ال 300 على ال 20 زائد ال 300. يبقى كده جبت له المقاومة الكلية. طب هضربها في هضربها في التيار اللي هو 1.2 هيديني الايه هيديني فرق الجهد الكلي. تمام كده. تمام. بعد كده بيقول لي وعند توصيل مقاومة مع الفولتميتر على التوالي. بعد ما وصلنا مقاومة على التوالي مع الفولتميتر عايز ايه عايز اقصى فرق جهد يمكن قياسه. طب ما انا لازم أنا احسب الاول ايه قيمة الاي جي. قيمة الاي جي اللي هي الفي على الار اللي هي الفرق الجهد اللي هو ب22.5 اللي انا طلعته على الار اللي هي الار بتاعت الايه الار بتاعت الفولتميتر عشان احسب منها الايه الاي جي. تمام كده. يبقى جبت الاي جي بالرقم ده اللي هو 75 من 1000. اول ما اضيف بقى مضاعف جهد يبقى الار ام بتساوي الفي ناقص الار جي اي جي على الاي جي. الار ام بكام هو عايز يحط مضاعف جهد 5700 بيساوي الفي دي انا عايز احسبها ناقص الاي جي ار جي. الاي جي لو ضربتهم في بعض هيدوني 22.5. تمام كده. ما انا كده جبت يعتبر دي فرق جهد اللي هو ايه الفي جي. يبقى انا حطيته ب22.5. جربت تضربهم في بعض هتلاقي ايه طالعه معاك. تمام كده. ما هي دي ايه دي الار جي اللي هي الار بتاعت الفولتميتر. لو ضربتها في الاي جي هتديني فرق جهد الكلي اللي هو ايه 22 ايه ونص. تمام كده. تمام. يبقى على الاي جي اللي هو ايه 75 من 1000 الاقي فرق جهد طالع معايا ايه ب4000 قصدي ب450 بس. فده كان السؤال. تعالى نعيده تاني علشان لو في ناس متلخبطة يوضح لها من تاني مرة والدنيا معاكم معاه زي الفل. كده كده ده آخر سؤال أصلا فتفوق كده بقى معايا. بص هو بيقول لك ايه دايرة كهربية تحتوي على مقاومة مقدارها 20 أوم أهي. دايرة فيها مقاومة مقدارها 20 أوم وموصلة على التوازي بفولتميتر أهو. ده كده متوصلة على التوازي مع فولتميتر. يبقى ده الفولتميتر. وعندما مر تيار بالدايرة يبقى مشي في الدايرة كلها
تيار 1.2 أمبير، انحرف المؤشر لنهاية التدريج. يبقى ده التيار الإيه؟ التيار الكلي، هضربه في المقاومة دي كلها، أحسب له فرق الجهد اللي هو إيه؟ عايزه. تمام كده؟ تمام. يبقى 1.2 في المقاومة الكلية اللي 20 في 300 على 20 زائد 300، هيطلع لي إيه؟ فرق الجهد الكلي. تمام كده؟ وبيقول لك إيه بقى؟ بعد ما وصلت بالفولتميتر دي مضاعف جهد 5700، عايز اقصى فرق جهد يمكن قياسه، يبقى انا لازم احسب الاي جي الاول. ليه؟ علشان اقول له اي جي في ار جي بتساوي ايه، ده كده الفي جي. او ممكن ما احسبهاش، بس لا انا هحسبها هنا علشان بس ايه ابقى مثبت نفس طريقة الحل. وانا ممكن كنت اشيل دي واحط ان هي الفي جي، وانا اصلا معايا الفي جي ب 22 ونص كنت اجيبها، بس لا احنا هنجيب الاي جي والفي على الار. الفي بكام؟ 22 ونص، والار اللي هو ايه ب 300، هلاقيها ب75 من 1000. اشتغل على القانون ده، هلاقي ايه طلع معايا. ده كده كان الفولتميتر، فده كده الفولتميتر والاميتر شرحتهم لكم، واهم الاسئله فيهم، وعلى ما اعتقد يعني مفهومش اي حاجه تاني، والدنيا فيهم كده ايه زي الفل. فاتمنى اكون قدرت افيدكم يعني. دي الاجهزه على ما اظن يعني ان الجلفانو معظمه نظري ومفهوش اي اسئله، فانتوا تعرفوا تظبطوه مع نفسكم. فربنا معاكم يا شباب.